اقول لك هذا العام في المغرب ما شاء الله يا اخي، لو تشوف خرفان بعدها بقوسات كلهن انيقات هكذا احسن منك في الشكل صدقني، يعني هذه الحلوه 600 يورو. ايوه غاليه غاليه الامانه، غاليه. وعيونهم زرق يا عبد الملك، عيونهم زرق عيونهم نعم 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 جو من اسبانيا. مش عارف نشكر الله يهديك. قد انت اشتريت الكبش ديال العيد؟ اشتريت الحولي؟ نعم اشتريت اخي سعد اشتريت. ترى ما يمكنش مع هاد الاسعاد الشرعي. ترى في هذا الفيديو غادي يهرب لكم ديال بصح واحد الجزائري غادي يقول الاسعاد الشرعي كيفاش نتايا المخزن المغربي عطاك دار وطوموبيل وشرى لك الحولي دابا وكذا وهذه وما الى ذلك، عارفين دوك الاساطير ديالهم. ولكن اسعاد الشرعي غادي يجاوبوا بواحد الجواب شافي كافي، يعني غادي يخرصوا غادي يسكت. خليكم مع هذا الفيديو ما نزيدش حرق لكم اكثر. نتلاقاو ان شاء الله من بعد، ما تنساوناش من اللايكات والالاعيب وداك الشيء. نتلاقاو ان شاء الله وفرجه ممتعه. الحمد لله. الله يهنيك. انتم ديروا بالفاف، ديروا بالفاف بنفس الطريقه المغربيه؟ لا كيف ديروا انتم؟ لا احسن من الطريقه المغربيه. احسن كيف اشرح لنا الطريقه، كيف ديروها. لا احنا نصوروا معاه الساعه كي نذبحوه نصوروا معاه باش العام الجاي ما عيدناش نتفكروا بالصوره. نتصوروا مع الجزره حنايا. تتصوروا مع الحولي؟ نتصوروا مع الحولي وهو مسلوخ مذبوح. نتصوروا معاه اذا ما عيدناش العام الجاي عندكم تصويره. البلفاف عندكم في الجزائر ديروا بنفس الطريقه، قطعه كبده وجنبها شحمه وهكذا وهكذا ولا بطريقه اخرى؟ نعم نفس الطريقه نفس الطرق. تونس الجزائر المغرب ليبيا موريتانيا كلها نفس الطريقه واحده، الملفوف نفس واحد وفوق يطيب فوق الفحم. ايوه نعم. عندنا الدواره، تعرف الدواره الكرشه، تعرف الكرشه وليت مغربي. اي بتعجبني والله. هذه عجبتني. ايوا هذيك شوف قلت لك كذاب. غير انتم تعرفوا ديروا الملفوف حقا، وانتم عندكم الطاجين وحنا عندنا القصدير. يعني على بالي واه اي قزير يا اخي، ما فيش اكله اسمها قزير. لا القصدير يطيبوا فوقه ما عندهم الطاجين، وحنا عندنا يعني غير الكيكوطه اللي خدمناها في الجزائر. الكيكوطه اللي هي الضغاطه. فهمت؟ ما هي الكيكوطه هذيك الضغاطه؟ هم يعرفوها الكيكوطه. الله يجعلها تنفجر في وجهك يا عبد الملك. هذيك اللي طيب كيما نسميوها بالله ما على بالي كيف يسميوها بالعربيه. ضغاطه ما اعرف كيف يسميوها بالعربي اللي طيب الاكل السريع. ضغاطه. ايوه نعم ضغاطه قلنا. عبد الملك ايش حكايه الروائض عندكم ايش حكايه العجلات عندكم؟ الكل يتحدث عن العجلات ايش بيه من العجلات؟ عجلات السيارات ما ادري قاعدين يتكلموا عليها المغاربه هذول. والله ما فهمت لان الصوت يوصلني مقطع تاع كيس الشرق كالعاده. يوصلني انه الاخر كالعاده. خلني اخذ واحد وارجع لك. امير تفضل يا امير. السلام عليكم استاذ اسعد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اهلا مرحبا. الاخوان اللي في اللايف كاع نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بونسوار. راني في بلاصه ماشي مليحه، ربما الكونيكسيون ربما تسمع الضجيج باش ما نطولش. سي اسعد اللهم بارك، هذا اللايف مفتوح بارك الله عليك. الطاقيه جات معك هي هذيك. بالمناسبه قال لك اخونا عبد الملك بانه المغاربه داو لك الكبش. انا نهدي لك شخصيا تستحقوا من بعد. واش فين كاين الاشكال؟ انا من عندي نهدي لك وتستحقوا فين كاين الاشكال. الله يكرمك. الله يحفظك. من الجهه الثانيه من الجهه الثانيه نتاع الجهه الثانيه كتشغل نتاع قضيه كيقولوا لك بانه لازمك تهضر على الجنود الامريكيين. انا نشرح لكم قضيه الجنود في خساره. جوج العساكر الامريكيين كانوا كيعوموا، كانت البحر ماشي هو هذاك، ماتوا من بعد نورمال. الموت ديال الله ما كاين لا بوم لا والو، ماتوا الناس كانوا كيعوموا غرقوا ماتوا الله يرحمهم. يعني الخبر صحيح. النقطه الثالثه عفوا الخبر صحيح. وي الخبر صحيح ما نكروش. ومن بعد غريقو صحيح جوج من الجنود الامريكيين كانوا كيعوموا في منطقه غرقوا، كانوا كيعوموا في منطقه ديال واد الدرعا جهه طنطان. ربما انت عرفتي المنطقه. ماتوا شنو يقتلهم شي واحد عادي نورمال ماتوا. انا خويا انا اخي من دمي ولحمي مات في البحر، قتل شي واحد نورمال. لكن مارنز امريكي ما يعرفوا واش يسبحوا. كم زيد نسمعك.
يعني جنود امريكيين ربما ما يعرفوش يسبحوا اخي اسعد، والمنطقه ماشي ديال عمان اصلا، ماشي ديال عمان ديك هذه. هذا ما كان باش نفوت ونهضروا في اللي هو صحيح. كما اللي خويا يقول لك علاش ما تهضر على المغرب، علاش ما تهضر على المغرب انت يا اخي. للاسف الاخ عنده ما بيسمعناش. غريبه، امريكان ومارينز امريكي ومتدربين ويغرقوا في ما اعتقد شوي الروايه ما يشتري، ما انا ما تدخل في المخ صراحه. وعلى العموم ليتهم كلهم لو سمحت يا اخي، لو سمحت يا اخي نزل تحت يا اخي، تكركر تحت كالحرمه. ومع هذا نتمنى نشجع الجنود الامريكان والاسرائيليين كلهم يسبحوا السباحه مزيانه، يسبحوا في طنطا. الله يجعلكم تسبحوا وتستمتعوا وتسبحوا كلكم يا ربي، تسبحوا كلكم. الجنود ديال الكيان والجنود ديال الامريكا يدخلوا يسبحوا ويرتاحوا ويريحوا حالكم في طنطا مزيانه في الدرعه. الله هذه سباحه مباركه، نسال الله ان يزيدهم باذن الله. تفضل يا اخينا، اسمك يا اخي؟ برج ايش؟ المقراني. تفضل. مقراني. السلام عليكم. اهلا يا اخي، زيد فضلك. تفضل. ما تتحدث على عجلة قبيل، يعني تعرف المساحة تاع الجزائر قداش ولا ما تعرفش؟ انا اعرف مساحة العجلة، كم مساحة العجلة؟ تعرف سعر البنزين في الجزائر والمازوت ولا ما تعرفش؟ لا والله لأنه أنا باطل، الشعب ما يحبسش والبلاد كبيرة. اوه ولذلك هذه زيدها في السي في عندك. لا قول لي انت ايش حكاية وكنت اسمع، كنت تحكي على الهجرة. احنا شفنا بلد افريقي يهاجر لاوروبا، ما شفناش احنا واحد يكون في لندن ويهاجر البلد من العالم الثالث. يعني هذا الشيء والله انت محكوم عليك بالشتات مثل اليهود. دوكا لازم تفهمنا انت، يعني سبحان الله العظيم. فهم روحك يا اسعد. لأننا ذاهب إلى بلد، ممكن يعني شرح بسيط لهذا الشيء؟ حاضر أنا بشرح لك، بس كمل أنت وهلق الميكروفون لأنه بيتصادم الصوت. أيوة شوف ليش مو شتات هيا خلينا نكمل. هيا قفل. ضحكني والله العظيم. قال الناس يهربوا من أفريقيا إلى أوروبا، وأنت هربت من أوروبا إلى أفريقيا إلى المغرب. هذا شوف، هذه نقطة المفترض أنك توقف عندها. معناته واحد ترك لندن وترك بريطانيا وارتاح في المغرب، معناته المغرب دولة محترمة، دولة رائعة، ودولة فيها نظام وقانون وأمن وأمان، وإلا لما جازفنا وغامرنا وتركنا بريطانيا وجينا المغرب. شوف، كل الهجرات طبيعية، عادي واحد يروح من أفريقيا إلى أمريكا، من أمريكا إلى أوروبا، من أوروبا عادي جدا. الهجرة الوحيدة الغريبة هي هجرة الجزائري إلى فرنسا، هي هذه أغرب هجرة في العالم، وخصوصا الذين بيحرقوا. هذه هي الغريبة، يعني انك يا فرنسا قد مضى وقت العتاب ومدري ايش، وقتلونا ودمرونا ومرمطونا وفعلوا فينا ودقدقونا، وفي الأخير تروح تقترب عنده وتحرق لا عنده. سبحان الله، وهذا الغريبة. أما أنني أجي أنا من بريطانيا إلى المغرب فهذا يحسب للمغرب صراحة. فضل يا أبو المقراني برج. لا ممكن يعني تبسط الشرح. احنا عرفنا علاش انت هاجرت من بريطانيا للمغرب، لانك ديت دار، حتى يعني بارطاجيت للمغاربه، قلت لهم انا بغيت نشري سياره فخمه كيما هذه باش نقعد عندكم في المغرب. سبحان الله، انت ما ركبتهاش في اوروبا، ما ركبتهاش في بريطانيا، ولكن اللي راك اليوم تدافع عليهم، اللي خصهم رجال اللي يدافعوا عليهم انت تدافع عليهم، يشريوا لك سياره فخمه المانيه بيام، يشريوا لك مرسيدس، يشريوا لك واش تبغي. باسكو علاه ما عندهمش رجال اللي يحاميوا عليهم. سي بور سا جابوا واحد من اليمن لاجئ يدافع عليهم. انت خاصك اللي يدافع عليك، تاك لاجئ، انت حقوقك مهضومه، انت خاصك اللي يدافع عليك، جاي تدافع على المغاربه. سبحان الله العظيم، يعني وكانه على بالي احنا في اخر زمان. ولا فهمت ولا ما فهمتش اسعد؟ الحولي مغربي والله ما ياكلوا، والله ما يدخل لغبو، والله ما يعمر به بطنه، بس انت تاكلوا وصح ماكش تكذب. انت جبت الحولي جابوه لك كونفيت، والله بالك حتى ما تحركت المزرعه شفتوا يجيبوه لك للدار. اسعد الشرعي، احنا واش نقولوا؟ احنا نقولوا عيش الفكرون في بلاد السلاطه.
المهم انت راك فكرون عايش في بلاد سلاطه، عيش بصحتك. كما الريشة يا طير يا ضوي إلى عش، قل لي متى أضوي أنا عيشي، مليت شوفني هذه العيشة وقلبي من الحمقى كما الريشة يا عيبا. داب الأخ عنده قواعد. المغاربة اشتروا لي سيارة والمغاربة اشتروا لي حولي. يا أخي لو أقول لك يا أخي من قال لك؟ ما هو داري. وكيف صدقت؟ ما هو داري. وكيف أيقنت؟ ما هو داري. المهم يقول خبر ويصدقه ويبني عليه. يا عيبان يا عيبان، شروا لك سيارة وتدافع عن المغاربة والمغاربة تدافع عن المغاربة. يا عيبا يا عيبا. يا أنا أخذ قلبي وراح، أخذ قلبي وراح وشق صدري، بالعيان الصحاح يا طول همي ويا طول النواح. شوف يا برج الثور، ايش اسمه؟ برج المقراني. هلا انت والله لو في ابراج نعملك برج. انت في برج ثور وبرج حمار وبرج تبون وبرج الجوزاء وبرج تاريخيا في كل الحقب التاريخيه تعترفون ان العالم كله دافع عنكم. يذهبون إلى روسيا، شكرا لروسيا استقلالنا مربوط بكم. يذهبوا إلى العثمانيين وقالوا يا العثمانيين شكرا لأنكم حميتونا من الفرنسيين. يروحوا للمغاربة قالوا والله لا ننكر دعم المغاربة كذا. يروحوا للتوانسة، حتى مالي، حتى إيطاليا، حتى فرنسا، حتى ألمانيا، حتى بريطانيا، أينما ذهب تبون شكر، حتى البابا، حتى الماما. يعني أكثر بني آدم احتاج لغيره هو أنت. هذه ضعوها هنا. عندما تأتي وتقول أن المغاربة يستعينون به، لا بد أن تتذكر أنك في حقبة من الحقب كنت عالة على البشرية. يأتي المغاربة ويقولون الملك محمد الخامس ترافع عنكم في الأمم المتحدة. يأتوا السعوديون وقالوا الملك خالد والملك فيصل رفع في الأمم المتحدة. يأتي مدري جنوب أفريقيا قالوا نلسون مندلا سندلا. الإيطاليين قال لك البابا والمام. ما يوجد أحد في هذا الكون إلا وتصدق عليكم وعاونكم وساعدكم. يعني بالعقل والمنطق وتاريخيا لا يوجد مجتمع من المجتمعات ولا يوجد جنسية من الجنسيات احتاجت للآخر كما تحتاجون أنتم. وما زلتم إلى هذه اللحظة، ما زلتم إلى هذه اللحظة. يذهب رئيسكم شرقا وغربا ليشكر باب الفاتيكان. شوف باب الفاتيكان، شكرا لك لأنك دحضت لنا رواية أن فرنسا صنعتنا. ورغم أنكم تتفاخرون أنكم أنجزتم هذا الإنجاز أنتم بأنفسكم وب1.5 مليون شهيد، يأتي عمي تبون يضرب بالزيرو ويجعل الفضل كله للبابا. البابا أعطاك سكة الاستقلال، وتأتي تقول لي أنا شرعي أعطوك حولي وأعطاك سيارة علشان ساعدهم. أنتم بتحاولوا تبعدوا عن أنفسكم أن أنا قاعد أجلدكم. كيف تبعدوها؟ يقول لك هذا بيدافع عن المغرب. وأنا قلت لكم 1000 مرة أنا لا أدافع عن المغرب. وأزيد لك حقيقة ثانية دامغة. شوف، وهذه أنا أسأل عليها حتى في القبر أو عندما ألتقي بالكبيدة ديالي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون أمام الله. قسما بالله العظيم يا أيها الجزائري، إن أبسط متكتك، لن أقول لك لا الديوان الملكي ولا المخابرات ولا وزارة الداخلية ولا الحكومة ولا النخب المغربية ولا الكوادر المغربية ولا الأطر المغربية ولا النخب المغربية أبدا، لا. أبسط متكتك من المتكتكين الذين يتكتكون في المغرب هنا في التيك توك المغربي، والذين يصعدون عند الأسعد الشرعي. قسما بالله أنه يفوق رئيسكم الرئيس عبد المجيد تبون وشنقريحتكم وجميع مؤرخيكم وجميع متحدثيكم لباقة وأدبا وأخلاقا وبلاغة وثقافة وتاريخا وهوية.
اذا الاخوان كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى لينا الاعجاب ديالكم، ما تنسوناش من لايك الفيديو، كنشكركم على اللايكات ديالكم، على السبورت ديالكم، كنشكركم من القلب اخوان على التفاعل في الفيديو اللي فات. بصراحه صدمتوني بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو قادم، وخلوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، كتبوا لي يعني واش نتوما من المعجبين او المحبين ديال اسعد الشرعي ولا لا، واش كيعجبكم، واش الهضره اللي كيقول يعني واش منطقيه او لا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.